السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرة أخرى في بغداد الأمن والأمان. اليوم احنا مع فواج طوارئ بغداد، فوج طوارئ بغداد التاسع، مع مقدم محمد أحمد راح يتكلم لنا عن الوضع الأمني في الكرخ المركز، فتابعونا. السلام عليكم حضرة المقدم. عليكم السلام. حياك الله. حضرة المقدم، اليوم شلون الأمن في الكرخ المركز؟ الحمد لله الأمن جيد. نعم. والمواطن دا يتمتع بحرية كاملة من المناطق الترفيهية، الأماكن المزدحمة. نعم. هاي بجهود استثنائية من القوات الأمنية حقيقة. نعم. ليل مع نهار بإشراف ومتابعة السيد قائد شرطة بغداد المحترم، إشراف الميداني يعني 24 ساعة، ومتابعة الميدانية لكافة الأجهزة الأمنية. حضرة المقدم، قبل أيام صار اختراق في ساحة الشهداء قرب دائرة التقاعد، وحدث وقطة الكرخ عدد من الشهداء. ليش برأيك تصير هاي الخروقات؟ شنو السبب؟ الخروقات اللي صارت يعني عندنا احنا اللي لو نجي عليها الخروقات اللي دن مسيطر عليها، اللي دن نمسكها القوات الأمنية. نعم. يعني نسبة مقارنة نقول 1%. يعني احنا اللي 99% مثلا يعني يتم كشفها والسيطرة والقاء القبض عليهم. نعم. يعني عندنا نسبة كبيرة. نسبة كبيرة، نعم. والدليل على ذلك اللي يعرضون على قناة شاشات التلفاز. نعم. عمليات الاستباقية. بالضبط، عمليات الاستباقية، الجهد الاستخباري. يعني نحكي على الجهد الاستخباري، احنا اليوم عندنا جهد نشر القوات الاستخبارية ضمن الأماكن المزدحمة، الأماكن المحتملة. نعم. اللي دائما يأكد عليها السيد قائد شرطة بغداد المحترم. واو. الأماكن المحتملة، الأماكن اللي محتمل يصير بها عمل إرهابي، يعني أماكن التسوق والتبضع. أماكن التسوق التبضع، أماكن الترفيهية للعوائل. نعم. فاحنا نقول اللي العمليات الاستباقية يعني نسبة كبيرة ان المجرمين تم القاء القبض عليهم. نعم. والحمد لله جهود القوات الأمنية. لكن نطالبكم احنا بجهد أكثر، وانتم إن شاء الله ما تقصرون، خاصة احنا مقبلين على أعياد، وتدري الناس تخرج الأسواق عدد مزدحم. يعني عبرتك كجهة إعلامية، نعم، أطلب منك تشوف جهد القوات الأمنية حاليا وبالأماكن المزدحمة. يعني احنا على قبل سبق وأن قلت لك إنه قبل هذا اللقاء السيد قائد شرطة بغداد المتابعة الميدانية ضمن القاطع. نعم. قاطع بغداد بالكامل، متابعة مباشرة. متابعة مباشرة. فعلى كل القواطع، ومثل ما تشوف انتشار القوات الأمنية وبأماكنها الصحيحة. والحمد لله والشكر، الأمن والأمان مستتب بفضل الله سبحانه وتعالى وجهد القوات الأمنية. حياك الله حضرة المقدم. عفوا، المناطق التابعة للفوج التاسع، ممكن تذكر اسماء المناطق التابعة للفوج التاسع؟ يعني مسيطر عليها ضمن مهام الفوج التاسع أي منطقة ومنطقة؟ قراج العلاوي. نعم. سنتر الصالحية، المنصور، الكرخ المركز. الكرخ المركز، ساحة الملك. نعم. شارع حيفا، عندك منطقة الفحامة، الرحمانية، جعفر. لا داخل داخل. واضح. بخصوص هذا الشارع يوميا يغلق ورا الفطور، سووا لنا اياه ابو اسرافيل. هذا الشارع نعم. ورا الفطور ينغلق حضرتك؟ هذا الشارع ينغلق. نعم. اثناء الذروه للمواطنين، اثناء فتره التسوق. زين. يعني بالمقابل انه ما يسبب ازدحام للمواطن. عندنا الشارع الثاني سايد زين مفتوح. زين. وبالاضافه الى الابنيه القديمه المتهالكه. زين. نعم. ما يسبب اي خرق. واضح. اثناء تسوق او الازدحام يغلق هذا السايد فقط. يعني هذا سبب غلق هذا حتى المواطن يتبضع بحريه كامله. واضح. شكرا حضرة المقدم. ابو علي، مسؤول المجلس الاعلى في الكرخ المركز ومستشار وكالة الانباء العراقية واتحاد الصحفيين كذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين. طبعا زيارتنا اليوم الى طوارئ فوج التاسع ما هي الا لغرض الاطلاع على سير عمل القوات الامنية، ومن خلال متابعتنا الى الشارع الكرخي خاصة في الكرخ المركز تبين ان هناك جهد مستمر من قبل القوات الأمنية كافة وبمتابعة مستمرة
من شخص القائد اللواء الركن علي الغريري. ومن هنا نطالب بتكثيف الجهد الاستخباري، وخصوصا احنا نمر بايام اعياد ويكون الجهد اكثر. زين الخروقات اللي صارت ابو علي، شوف هاي الخروقات دول عظمى اخترقتها الخروقات. نعم انا اصور البارحه ايران وقبل لندن وغيرها. نعم. وخصوصا انه الكرخ المركز تبي انه يفتقر الى السونار. نعم الشرطي والضابط بس ماكو سونار ترى بالعراق كليته، ماكو سونار درجه اولى حقيقه يعني. شو يريد يسوي الشرطي؟ شو يريد يسوي نعم انا اتفق وياك. نعم. لكن احنا نوجه رساله للحكومه بان توفر جهاز لكشف المتفجرات بنوعيه جيده، يعني مو صعب على العراق. احنا مرات في حاله غضب باللوم على القوات الامنيه، زين. لكن نشوف الانتشار وحركه القوات الامنيه لا نعطيهم كل الحق. ابو علي احنا محتاجين جهاز حديث خاصه نعم. في الكرخ، لان يعني يفتقد الكرخ لهذا الموضوع. هذا يبقى دور الحكومه ودور الاستاذ وزير الداخليه المحترم، انه لازم انه يوفر جهاز سونار في كل مناطق. وزاره الداخليه تقول احنا قياده عمليات بغداد اكثر من ناحيه السيطره على امن بغداد، اذا سؤالك يوجه لقياده عمليات بغداد. اي نعم. نعم. قياده عمليات بغداد هي المسؤوله عن الوضع الامني. نعم. في الداخل وخصوصا في بغداد، واحنا في قلب الكرخ المركز، في قلب بغداد، في قلب العاصمه. نعم حقيقه احنا نحمل رساله من عوائل الشهداء في الكرخ، هناك الم من اهالي الكرخ على اللي صار بالتفجير الاخير. كلمه لهم ابو علي كونك انت مسؤول المجلس الاعلى في الكرخ. اولا نعزي كافه العوائل. نعم. عوائل الشهداء الذين سقطوا في تفجير دائره التقاء. نعم. وان شاء الله الايام المقبله سوف تكون افضل واحسن. نتمنى شيء. شكرا ابو علي. طبعا حضره المقدم اكو هديه مقدمه من وكاله الانباء العراقيه الدكتور محمد البدري مدير عام، نبديها بالعلم العراقي قدمها المستشار ابو علي. نشكر جهود حياك الله. هذا حقيقة دعم معنوي مواكب للقوات الأمنية اللي تبذل جهد استثنائي. تستحقون إن شاء الله، ولكن نطالبكم بجهد أكثر حضرة المقدم. الله يعني قلت لك أنا أقبل بكم كإعلاميين. الله يحفظك حياك الله. تكونون الحكم إن شاء الله أثناء تجوال وملاحظة الانتشار. حياك الله حياك الله. هاي هدية مقدمة من الدكتور محمد البدري مدير عام وكالة الأنباء العراقية، نتمنى لكم التوفيق. نشكر جهودكم الاستثنائية. حياك الله. الاستثنائية. شكرا. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفوج التاسع اللي يهيئكم في رمضان في منطقة الكرخ. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية الأمر رمضان كريم وكل عام الشعوب العربية والإسلامية بخير عامة والشعب العراقي خاصة. وكذلك نعزي عوائل شهدائنا والشفاء العاجل إلى أخواننا متسبين كافة، وخاصة عائلة الشهيد البطل الرائد عبد الأمير الذي ضحى من أجل تربة هذا البلد، وغيرهم من إخواننا الحج الشعبي. شلون وضعكم الآن في رمضان؟ خصوصا حماية المواطنين. والله الحمد لله والشكر على كل حال. استعداداتنا وجهدنا الاستخباراتي والقوات الأمنية منتشرة في كل مكان، وكذلك من خلال قناتكم الإعلامية نحب نوجه رسالة إلى المواطن كذلك يتعاون مع القوات الأمنية بشكل جيد وأفضل ليكون الأمان موجود في كل مكان، وخاصة احنا مقبلين على عيد الفطر المبارك. نتمنى توفيق لقواتنا الأمنية، وخاصة احنا مقبلين على عيد، وندعوهم بأن يكثفون من الجهد الأمني والاستخباراتي لوكالة الأنباء العراقية وجريدة العراقية أبو سليم.